خليك معايا ثواني وهتفهم يعني ايه فانكشن بترجع قيمة في سي بلس بلس. النهاردة انا جاي اشرح لكم الفانكشن وجاي اقول لكم حاجة كده جديدة. بس انا قبل ما اقول لكم حاجة جديدة انا كنت قايله لكم قبل كده ان احنا الفانكشنز ما بتقفش على الفويد فانكشن، ليها انواع كتيرة. وقلنا اي فاريبل اللي هو الانتجر والسترينج والتشار والفلوت والدبل، كل الحاجات دي كلها تنفع تبقى فانكشن. تمام تمام تمام، كلام جميل. ممكن بقى يا لك ده كده تشرحي لنا الكود الجميل اللي انت حاطاه ده، شكله حلو كده وصغنطوط، بس ايه، في حاجات كتير حلوه لازم نفهمها. يلا بينا، مفيش اي مشاكل. دلوقتي احنا اول سطرين دول خلينا نشرحهم، اللي هم ايه الفانكشن الجداد اللي احنا ايه بنتعلمهم، صح ولا ايه؟ صح. خلي بالك كده اول سطر جميل ده، اول سطوره. احنا بقى بقينا اهل يا جماعه. دلوقتي احنا دي فانكشن حلو واسمها ايه؟ اسمها انتجر. سبحان الله. ونوعها إيه، سوري، اسمها قصدي اوكا. معلش. اسمها اوكا ونوعها انتجر حلو، يعني بترجع رقم صحيح. تمام، يعني رقم صحيح يعني من غير ديسيمال. فلما بتنام بترجع القيمه 14، يعني بتعمل لها ريتيرن 14، ده المقصود. جميل. ماشي، ندخل على اللي بعده، لسه هنشرح واحده واحده نفهم بس. هنا بقى احنا عملنا هنا ايه بقى؟ عملنا في المين، طبعا المين دي احنا قلنا ان دي نقطه البدايه بتاعه البرنامج. ماشي، عملنا هنا بقى متغير او variable اسمه age، وخليناه انه يحدد قيمته في الفانكشن يبقى اوكا. انا كده عملنا له سي اوت age. اوكي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي ركزوا معايا قوي في الكلام ده. انا دلوقتي قلت لك ان انا عايزاه يطلع لي 14 حلو. انا قلت له هنا بقى ان انا قلت له إن الاسم بتاعها اوكا، سموها اي حاجه، حطوا اي رقم بس يكون صحيح من غير ولا ديسيمال، او اي حاجه، اي رقم، مليون بقى، 1000، 4000، اي حاجه، المهم. فقلنا له دلوقتي اعمل لنا ريتيرن الرقم الجميل ده اللي هو ايه 14. وبعد كده سميناه هنا، عملنا له كمان سميناه او عملنا له بيانات تاني، او عملنا له زي فانكشن تاني وسميناه بالايدز وحطينا له الاسم بتاع الفانكشن اللي احنا كنا كاتبينه فوق اوريدي. طيب، فالسي اوت بتاعتنا خليناها ايدج. طب ممكن ايه اللي يحصل دلوقتي لو عملنا ران؟ تعالوا نشوف. انا ما اعرفش، انا لسه هفهم معاكم. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي مثلا لو جينا عملنا ران، يعني ايه ممكن تعالوا كده نتخيل مع بعض ايه اللي ممكن يحصل. يعني ايه انت تفتكروا كده ممكن ايه اللي يطلع؟ هل تطلع ال14 بالضبط، والّا في حاجة تنقص، والّا هيعمل إيه بالضبط، والّا إيه؟ أنتم شايفين إيه؟ 14 ليه؟ عشان إحنا هنا قُلنا له نعمل لو سمحت طلّع لي كلمة 14، أو طلّع لي قصدي رقم 14. طب معلش بقى يا مَلَك كده، أنا عارفة إن أنا باغلِّس عليكِ. دلوقتي إيه اللي يحصل لو إحنا شِلنا الكلام ده كده اللي أنتِ عاملاه، هو آخر 2 part دول اللي هو age equal أوكا، وتعالي نشوف مثلًا إيه اللي يحصل. يعني مثلًا لو شِلنا دول وحطينا بدلهم اللي كانت اللي فاتت اللي هي أوكا والأقواس والsemicolon، إيه اللي ممكن يحصل؟ والله يا عم اللي أنت تؤمره، اللي أنت تطلبه مني أنا هانفذه عادي جدًا. تعالَ نشوف إيه اللي ممكن يحصل. عادي يعني إحنا بنتعلم. أنا ما أعرفش بصراحة إيه اللي ممكن يحصل، أنا ما جربتهاش دي في حياتي. قال لي no details to show. ليه؟ هنا بقى البرنامج هيقف ويطلع ايرور، او هيقول يعني details to show. ليه؟ لان سي بلس بلس هي لغه، عارفين ايه، زي صارمه كده، عندها مبدأ، فاهمين؟ يعني لازم كل الفانكشن يبقى ليها نوع بيانات واضح كمان. يعني سي بلس بلس مش هينفع ان هو، يعني في لغه سي بلس بلس مش هينفع ان هو يفهم الفانكشن كده من دماغه. يعني بقى مش هيبقى فاهم هي او لوحده، يعني الفانكشن مش هيبقى فاهم بترجع ايه، هل رقم ولا حرف ولا ايه بالظبط. فلازم نحدد النوع بصراحه كده. فالخلاصه بقى ايه؟ ان اي فانكشن بلس بلس لازم يكون ليها نوع بيانات قبل اسمها، يعني اللي هو age. يعني لو طب ايه اللي يحصل لو نسيناها او شلناها؟ الكود مش هيشتغل. بس كده، فهمنا الفانكشن ببساطة. اشوفكم في الفيديو الجاي، وباي باي.